اهلا بيكم. النهارده جايبه لكم طريقه عمل الكيكه البرتقال بطريقه سهله وبسيطه ونتائجها تحفه. النهارده بقى من مطبخ مامتي انا، مش من المطبخ بتاعي، وهي اللي قررت تعملها بنفسها. طبعا هي بدأت تعمل وانا اللي كنت بصور. هي قالت لي هاتي المقادير ويلا بينا اقول لكم الطريقه. جبنا 4 كوبايات دقيق وحطينا عليهم البيكنج باودر باكو، وجبنا كوباية برتقال وعليها بشر برتقال، والخلاط بتاعها الجميل ده انا بحبه جدا طبعا. تراث يعني من الخلاطات التراث. حطت فيه 4 بيضات. زي ما انتوا شايفين هي كده بتحط ايه، واحدة بواحدة، لازم تشوف واحدة وواحدة، طبعا دي الطريقة الصح لاختبار البيض. وبعد كده هنحط نص كوباية من الزيت اهو زي ما انتوا شايفين، وهنحط كوباية مية، وهنضرب كل ده في الخلاط، وهنحط كمان السكر تقريبا على حسب بقى الرغبة، يعني لو كوباية كوباية ونص زي الفل، مش هيقول لا. اهو انا حطيت كوباية ونص، وهنحط كمان، هنضرب الاول دوت زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نحط بعديه عصير البرتقال اهو. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم الكيكه في الاخر طلعت حلوه ازاي. فتحنا بقى من فوق كده، حطينا معلقه خل، حطينا بقيه المكونات اللي هو الكوبايه من البرتقال وبشر البرتقال. ربنا يخليكي يا امي. تمام. وضربنا كله في الخلاط الجميل ده. الخلاط ده مثلا اسمه ناشونال على فكره، ده بقاله مثلا يجي حاجه و30 سنه، بقاله 32 سنه الخلاط ده. تمام. قلبنا بقى الدقيق، وحطينا رشة من الملح، وقلبنا البيكنج باودر، وبعد كده حطينا او ضفنا السوائل على الدقيق، وقلبنا زي ما انتوا شايفين كده. هي حبت طبعا تعمل كله، انا اصريت ان انا يعني الطريقة دي على فكرة بتاعتها، يعني انا مش بعمل الكيكة البرتقال بالطريقة دي، بعملها بطريقة تانية، بس هي قالت لي الطريقة دي حلوة قوي، وما تبخليش على المتابعين بتوعك انهم يعملوها. بس فصورتها اهو زي ما انتوا شايفين. بتقلب طبعا في اتجاه واحد، وهتطلع كيكة حلوة قوي قوي قوي. لو طلعت بقى تقيلة معاكم ممكن ان انتوا تضيفوا نص كوباية من المية، هتديها القوام اللي احنا عاوزينه. بس الموضوع سهل خالص، ما خدش معانا والله، ما فيش يمكن 3 دقايق 4 دقايق. بنسيبها على النار مدة مثلا ساعة الا ربع بالظبط كانت. صح يا مامي؟ ساعة كانت ساعة 3. خلصنا ساعة الا ربع. وبطلنا طبعا البايركس بالزيت والدقيق، وضفنا كل المكونات بتاعتنا، وبالهنا والشفا. طلعت حلوة جدا على فكرة، وطلعت هشة قوي 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 وجميلة، واتاكلت اصلا ما فيش في نص ساعة يعني. خلصناها في نص ساعة. بجد من احلى الفيديوهات اللي عملتها انا وماما، يمكن كانت اول مرة اعمل فيديو حلو كده، ومش انا اللي بقوم طبعا بالعمايل، لا، قلت لها تعالي بقى اصورك. كان احلى الفيديوهات بصراحة، بعتز بيه جدا. وقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات ايه، وطلعت معاكم ازاي. احنا طلعت معانا بصراحة تحفة جدا جدا جدا. حطيناها على درجة حرارة 180. في الاول طبعا كان الفرن سخن قوي، واهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا اكلتها حتى ما لحقتش ان هي تتصور قبل ما تكمل. اكلناها.